هي ليه نظرية النسبية العامة بتقولك إن كل ما السرعة هتزيد كل ما الكتلة هتزيد، فلو جسم وصل لسرعة الضوء كتلته هتوصل إلى ما لا نهاية. أولا لازم تعرف إن تعبير ما لا نهاية في الفيزياء هو بيبقى تعبير عن المستحيل، فعلى أرض الواقع إحنا ما عندناش حاجة اسمها ما لا نهاية. كل حاجة موجودة في الكون بتاعنا هي بقدر ما قابلة للقياس، بينما القوانين الرياضية مليانة بكتير من الأعداد الغير قياسية واللا نهائية. أولا لازم تعرف إن الضوء سرعته 300 ألف كيلومتر، مش بسبب خاصية في الضوء نفسه ولكن بسبب خاصية في الكون. فالضوء بتاعنا بيتحرك للسرعة القصوى للكون في الوقت الحالي، واللي هي 300 ألف كيلومتر. سبب تحركه بالسرعة دي هي عدم تفاعله مع مجال هيجز. بالتالي أي جسم بيتفاعل مع مجال هيجز سرعته بتقل عن 300 ألف كيلومتر بقدر التفاعل.